يا لهوي، هو ماله عمل كده ليه؟ قال لي في ايه يا ولية؟ مالك؟ اول مرة تشوفيه ولا ايه؟ قلت له اه. هو ماله بقى اسود كده ليه؟ قال لا 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 لا. طب ليه كده؟ قلت له هو ايه اللي ليه كده؟ هو انت مش شايف؟ قال لي انت مهم عندك اللون ولا المفعول؟ قلت له مهم عندي الاتنين، اللون والمفعول. قال لي ما يفرقش معاك اللون، كده كده النور بيطفي ومفيش حد بيشوف حاجة. بقولك ايه، يلا بقى يا ولية، انا عايزة انام عشان عندي شغل الصبح بدري. هتخلصي ولا انام واسيبك؟ قلت له لا يا اخويا، لا، انا هو موجودة. وجوزي ابتدى الخايب الموكوس اللي انا مش عارفة اقول عليه ايه ولا ايه. ويا دوب دقيقتين قلت له ايه مالك يا سبعي؟ ايه اللي جرى؟ ما انت كنت زي الفل من كام يوم. قال لي اه، ما انا ساعتها كان صاحبي مديني اللي انا قلتلك عليه. قلت له يا نسبتي، انت برضو رجعت تاخد النيلة اللي كنت قلتلك بلاش منه ده؟ قال لي خلاص بقى. قلت له خلاص، ما هو باين ده خلاص، وخلاص قوي كمان. نام، نام يا اخويا، نام وسيبنا انا كمان انام. قال لي ما تزعليش، يمكن بكرة يعني الموضوع يبقى احسن. قلت له هي لسه فيها بكرة ولا بعده؟ بقولك ايه، نام وسيبني في حالي، علشان انا كمان عندي حاجات متلتلة الصبح بدري. وسبته، وهو فعلا اول ما اداني ظهره وراح في سبع نومة. لكن انا معرفتش انام ابدا، معرفتش انام طول الليل من اللي جرالي واللي انا شفته في الليلة دي. وبعد كده خرجت من الأوضة، فضلت اتمشى في الشقة رايحة جاية، الأوضة والصالة والمطبخ، ورحت في كل حتة في البيت. آخر ما زهقت، اكمني اليوم ده كان الجو حر قوي، خرجت على البلكونة. وانا واقفة في البلكونة لقيت ناس جايبين عفش تقريبا كده في الشقة اللي جنبي. في الأول أنا ما كنتش عارفة هما جايين عند مين، لكن يا دوبك 5 دقايق ولقيت شاب أسمراني قوي طالع من البلكونة اللي جنبي، وبيشاور لهم ان هم يطلعوا العفش في الشقة دي، بس يطلعوه كده بشويش عشان الناس لسه نايمة والوقت اتأخر وكده. وانا وقتها بصيت له كده، وهو اول ما اخد باله ان انا ببصله هزلي راسه كده، وزي ما يكون يعني بيقولي مساء الخير او ازاي حضرتك. قلت له هو حضرتك الجار الجديد؟ قال لي ايوه، انا الجار الجديد. قلت له فين المدام عشان اتعرف عليها؟ قال لي لا، انا مش متجوز وهسكن لوحدي. وقتها بصيت له كده، اصله بالرغم ان هو اسمر لكن بصراحة وسيم قوي. معرفش ليه اول ما بصيت له قلبي دقله كده. ومن هنا بقى ابتدى الكلام والمعارف. تاني يوم صحيت جوزي بدري عشان ينزل على شغله، وكنت محضراله الفطار وكوباية الشاي اللي لازم يشربها بعد ما يفطر قبل ما ينزل على شغله. وفعلا شربها ونزل على شغله. ومن هنا ابتديت انا بقى اللي انا بعمله. انا هحكي لكم على قصتي، لكن في الاول ما تنسوش تعملوا لايك
واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتنزلوا بسرعة تفعلوا زر الجرس، علشان يا حلوين يا روح قلبي انتوا يجيلكوا اشعار بكل جديد بينزل عندي على القناة. ودلوقتي يلا بينا نشوف قصتنا ونعرف صاحبة القصة عملت ايه مع جارها الأسمراني السوداني اللي جه سكن جنبها. ومش بس كده، ده سكن كمان في قلبها. ودلوقتي يلا بينا نبدأ قصتنا. أنا منى، عندي 32 سنة. أنا بصراحة مش عارفة أحكيلكم قصتي منين، من خيبة الأمل اللي أنا فيها، ولا من القصة اللي أنا عايشاها دلوقتي اللي من كتر حلاوتها خايفاها تخلص وتنتهي. وبالرغم كده أنا برضو هحكيلكم، أصل اللي أنا فيه ده مشكلة، ومشكلة كبيرة قوي أنا مش عارفة ألاقيلها حل. من يوم ما اتجوزت وجوزي ماشي معايا بالأدوية، ما يعرفش يعمل حاجة لوحده أبدا. وأنا كنت الأول فاكرة إن دي يعني حاجات ذاتية، يعني كلها كده مجهود هو. لكن في مرة وأنا بفتش في هدومه عشان أغسلها لقيت حبوب، وقتها ما كنتش عارفة دي بتاعت ايه. خدتها حطيتها على الكومود اللي جنبه لحد يعني ما اشوف دي بتاعت ايه. واليوم ده كنا بالليل وكان هو خلاص نام. وبصراحة انا كنت في عيني يعني كنت شايفاه سيد الرجال، اصل اللي كان بيعمله مش طبيعي، مش طبيعي ابدا. علشان كده زي ما تقولوا كنت فرحانة بيه قوي، وكنت شايفاه احسن واقوى راجل في الدنيا. طب تعرفوا، الليلة اللي يقولي يلا بينا يبقى ليلة هنا وسعد بالنسبة لي. اصل الأوضة والسرير بتوعي دول بيبقوا عاملين كده شبه حلبة المصارعة، وببقى مش عارفة لاحقها منه منين ولا منين. الراجل كان بيبقى عنده قوة جبارة وشغال في كل حتة في نفس الوقت، لدرجة ان انا كنت اقوله يا راجل يا راجل في ايه، ما انا معاك اهو وانا هخلص، مالك، ما كل حاجة كده تيجي بوقتها، انا مش قدك. كان يقولي لا يا حلوة، انا عايز اشبع منك على قد ما اقدر. لكن انا في اليوم اللي لقيت فيه الحبوب اللي قلتلكم عليها استنيت اما يصحى الصبح، وانا طبعا زي ما قلت كنت مخدوعة فيه. وانا معرفش يعني، او دي كده عادة فيا تقدروا تقولوا، اي دوا بلاقيه بصوره صورة كده على تليفوني، يعني يمكن نعوز نشتري زيه ولا حاجة، يبقى على الاقل اعرف اسمه واعرف اوريه للصيدلي. المهم تاني يوم الصبح اول ما صحي جوزي وفطر وشرب كوباية الشاي بتاعته كان خلاص قرب ينزل. وانا وقتها دخلت الأوضة كنت بجيب حاجة منها، وشفت الدواء افتكرت ان انا اقوله قبل ما ينزل، لاني كنت فاكراه دواء مهم لازم ياخده قبل ما يروح شغله. وقلت له استنى يا حبيبي، انت نسيت الدواء بتاعك. وقتها قال لي دواء ايه يا ولية، انتي شايفاني عيانة عشان اخد ادوية؟ انا ما باخدش اي دواء. لكن انا جريت بالحبوب دي اوريها له، قلت له دي يا اخويا. قال لي ايه ده، وخطفها من ايديا بسرعة وحطها في جيبه. قال لي انتي لقيتي الحاجات دي فين؟ انطقي يا ولية بسرعة. قلت له لقيتها في جيب البنطلون قبل ما اغسله،
وانت عارف ان انا من عادتي ادور في جيوبك، يمكن تبقى ناسي فلوس ولا ورق ولا اي حاجة، واهو لقيتك ناسي الدواء. هو الدواء ده بتاع ايه؟ وقتها اتلخبط واتبرجل، وما كانش عارف هو بيعمل ايه ولا بيقول لي ايه. وقتها قال لي اي كلام، قال لي ده مسكن للصداع، بيبقى معايا يعني كده عشان لما يجيلي صداع. قلت له اه يا اخويا، طب تصدق ان انا فعلا عندي صداع؟ هات واحدة بقى. ولسه جاية اخد من جيبه واحدة، راح ساق ايدي وقايل لي اوعي اوعي كده، بطلي هبل، وسابني ونزل. لكن انا نصح، مانيش عبيطة، انا ما كنتش عارفة الصراحة هو بتاع ايه، لكن كل اللي كنت متأكدة منه انه مش بتاع صداع ولا حاجة، وان الدواء ده اكيد وراه إن. اعمل ايه؟ تعملي ايه يا بنتي يا منى؟ تعملي ايه يا بنتي يا منى؟ قلت بس كويس ان انا صورته على تليفوني، اخلص شغل البيت وانا نازلة اجيب طلباتي من السوق، ابقى اعدي كده على اي صيدلية اسأل الدكتور اللي موجود فيها الدواء ده بتاع ايه. وفعلا خلصت كل اللي ورايا، وبعدين نزلت عشان اشتري الطلبات، واشتريت كل حاجة لازماني، وجيت وانا مروحة حودت على الصيدلية وطلعت التليفون وقلت للدكتور في دواء كده يا دكتور بتاع جوزي، اصل هو نقص منه وكان عايزني اجيبهوله، بس قبل ما اجيبه انا عايز اعرف الدواء ده بتاع ايه. وانا اول ما وريته للدكتور لقيته بصلي كده وقال لي بيخلي جوزك يجي هو يسأل. قلت له بس انا عايز اعرف. قال لي ما ينفعش اقولك. قلت له يا دكتور ما تقولي، لكن هو معرفش يقولي. وقتها قال للدكتورة زميلته معاه في الصيدلية علشان تقولي الدواء ده بتاع ايه. وفعلا قالت لي الدواء ده يعني علشان جوزك لو ملوش في الموضوع ده يعني الدنيا تبقى يعني شد حيلها شوية. وقتها اتصدمت، ما كنتش مصدقة، يعني الوحش الكاسر دهوت اللي انا كنت فاكراه معايا يا ما هنا يا ما هناك طلع ماشي بالأدوية بقى كده. طيب انا هوريك. وقتها عرفت من الدكتورة كل حاجة تخص الدواء ده، وعرفت لو جوزي اخد الدواء ده وما عملش اللي المفروض يتعمل ساعتها ممكن تحصل له حاجات كتير قوي. وانا بصراحة ما كنتش عارفة اعمل ايه، وانا من عادتي معرفش اخبي حاجة جوايا، اواجه اللي قدامي يكشي حتى اخسره فيها. المهم اول ما رجع من شغله لقاني كده لو يا بوزي زي ما بيقولوا، وكمان ما عملتلوش اكل ياكله. ووقتها لما سألني مالك وليه ما عملتليش الغدا، وقتها واجهته. هو اتلخبط وما كانش عارف يقولي ايه. قالي بصراحة كده يعني. قلتله ايه، هتكدب تاني ولا ايه؟ قالي لا مش هكدب. قلتله خلاص يبقى تقولي الحقيقة وتقولي ليه بتعمل كده. قالي هو انت مش شايفة نفسك ولا ايه؟ هو انا كنت هعمل ايه معاكي؟ ما كانش ينفع الموضوع غير بكده. قلتله يا سلام، طب ما كنت تيجي وتحكي لي ظروفك. وقتها انا كنت هفكر معاك نروح لدكتور ولا نجيب اعشاب ولا نعمل اي حاجة، انما كده بتضر نفسك وبتضرني. ووقتها اتخانقت معاه خناقة كبيرة، لان انا بصراحة كده يعني
ما بحبش حد يشتغلني. اه، كان لازم يقولي الحقيقة ويقولي كل اللي هو بيعمله، وانا من حقي اختار اذا كان الموضوع ده يحصل بالشكل ده ولا لا. مش كده؟ مش انا من حقي برضو ولا ايه؟ علشان كده اتخانقت معاه وهو حاول يصالحني، وانا بصراحة في الاخر قلت لنفسي يا بت، طالما مبسوطة يبقى خلاص، ايه المشكلة؟ وفضلنا على الحال ده كده لحد اليوم اللي حصلت فيه النكسة. ايوه، اصل دي بالنسبة لي كارثة لما انت بتاخد الدواء ده وبرضه حالك كده، امال من غيره تبقى الدنيا عاملة ازاي؟ علشان كده لما طلعت البلكونة وشفت جاري اللي جاي من السودان يسكن جنبي، اول ما شفته بصيت على الحاجة اللي كان نفسي اشوفها وعيني وقعت عليها. حاجة كده ما اقولكوش على طول قد ايه اتخضيت، لكن بيني وبين نفسي كنت بقوله يا بختها مراتك. لكن بصراحة الموضوع كبر في دماغي اكتر لما قالي ان هو مش متجوز. في الوقت ده بعد ما جوزي نزل شغله قلت انا لازم اعمل صينية اكل كده وادخلها عنده علشان يبقى لي حجة اتكلم معاه. وفعلا عملت كده، عملت صينية فيها فطار اشكال والوان، وبعد كده رحت خبطت على باب شقته. اول ما شافني قال لي بصراحة انتوا يا مصريين اهل كرم طول عمركم. قلت له احنا اخوات وحبايب يا اخويا، بس اهم حاجة انتوا كمان تورونا جدعنتكم. قال لي اكيد طبعا، احنا جيران واخوات وما بينا كل حب وتقدير. فضلنا يعني نتكلم وخدنا عن بعض قوي في الكلام، لدرجة ان انا ساعات كان بعد ما جوزي ينام اسهر في البلكونة وحكيت له تقريبا عن كل حاجة. في الوقت ده قال لي بصراحة كده ازاي يعني؟ انا لو مكانه ومعايا واحدة زيك من غير اي حاجة قوة الدنيا كلها هتبقى فيا. اصلي لازم اثبتلك رجولتي وقد ايه انا راجل يعني. قلت له يا اخويا كانوا فين دولت؟ ما خلاص الرجالة راحوا في الحرب. قال لي لا، الكلام ده يا حلوة كان زمان. بقولك ايه، ما تيجي كده، ما تيجي تقعدي عندي شوية؟ قلت له ماله. وفعلا اتسحبت كده من غير ما جوزي يحس، وقفلت باب اوضته بالمفتاح علشان لو حصلت في الامور امور ما يطلعش من الاوضه ويكتشف ان انا مش بره. وساعتها بقوله انا بعمل في مقلب ولا بهزر ولا اي حاجه. ورحت لجاري، واللي شفته عند الجار السوداني شكل تاني ما اقولكوش على اللي انا شفته. ويا خرابي من اللي عمله بصراحة. انا اليوم ده مش قادرة اقولكوا ايه اللي حصل. انا تقريبا كده ما حسيتش بالدنيا. ده احنا فضلنا 4 ساعات كده شغالين والواد ما بيتعبش ولا يقول خلاص ولا حتى يقعد يريح شوية، لدرجة ان انا قلت له جرى ايه يا اخويا؟ مالك؟ هو انت ما صدقت ولا ايه؟ قعد يضحك. قال لي مش انتي اللي قلتيلي ان الرجالة خلاص خلصوا؟ انا حبيت اثبتلك بقى ان الدنيا كلها رجالة وجدعان قوي ويعجبوكي خالص. قلت له لا، من ناحيتي اطمن. قال لي مش فاهم،
مش فاهم انتي قصدك ايه. قلت له من ناحية يعجبني فعجبني وعجبني، وانت كمان، انت كمان ما فتكش حاجة يعني. قال لي تقصدي ايه؟ قلت له بقول لك ايه بقى، كفاية كتر كلام، النهار قرب يطلع وانا لازم ادخل شقتي علشان جوزي قرب يروح شغله، وبعد ما ينزل شغله هبقى اكلمك في التليفون. قال لي خلاص، انا مش هنام، هستناكي. وفعلا دخلت انا على شقتي، وشوية وجوزي نزل بعد ما حضرت له الفطار وحاجة شغله، واتصلت بجاري السوداني اللي خلاني انسى الدنيا باللي فيها. قلت له كده كده برضو، اديني بسببك اهو مش عارفة انام. قال لي ليه بس؟ انا عملتلك ايه يا جميل انت؟ قلت له فضلت اتدلع فيه وهو دلوقتي مش عارف ينام من كتر الدلع اللي اتدلعه. ها، اعمل ايه انا دلوقتي؟ قال لي بس كده، يجيلك وساعتها هنيمه واخليه يروح في 7 نومة كمان. قلت له بص، انا بصراحة كده انا اللي هاجي، اكمني مش ضامنة، يمكن يرجع من شغله ولا اي حاجة. اظن انت فاهم قصدي، وان ده ممكن يحصل، وعمره ما هيجي على باله ان انا عندك. قال لي خلاص يا ستي، وانا بقى هستناكي. دخلت اخدت دش بسرعة وحضرت حالي وحطيت البرفيوم لأول ما يشموا عليا يتجنن كده، يبقى مش عارف يبدأ منين ولا منين. اصل انا من صغري وانا كده ست حلوة وبتهتم بنفسها وبجمالها، وعارفة الراجل يحب ايه وما يحبش ايه. علشان كده بعد ما خلصت جريت جري عليه ورحت له، وبصراحة اول ما ابتدى قال لي يخرب بيتك، انتي جننتيني، ايه اللي انتي بتعمليه فيا ده؟ بصراحة منكوا يا ستات يا مصريين، انتوا حاجة كده فوق الخيال. قلت له انت لسه شفت حاجة؟ انت ضيفنا هنا في بلدنا ولازم نكرمك ونعمل معاك الواجب وزيادة. قال لي طب يلا وريني الواجب اللي هتعمليه ده. وانا اللي ابتديت، تعرفوا، انا اللي كنت فوق. ما هو كان لازم اعمل كده عشان اثبت له ان الستات تقدر تعمل اي حاجة، وهي اللي تبدأ الموضوع وكمان تنهيه. لدرجة ان هو ما كانش مصدق، كان عمال يقول لي لا، انا بصراحة كده مش عارف اعمل ايه. قلت له تعمل ايه في ايه؟ قال لي انا خلاص بقيت بغير عليكي، بقيت مش طايق نفسي من غيرك. بقولك ايه، ما تيجي نسافر لنا يومين؟ قلت له لا، انا ما اقدرش اسافر. قال لي ليه؟ قلت له عشان جوزي. قال لي اسمعي بقى، انا هتكلم معاكي في موضوع. اي نعم احنا بقالنا يومين بس نعرف بعض، لكن انا حاسس ان انتي قاعدة ومربعة جوه قلبي. انا بصراحة كده، بصراحة يعني عايزك تتطلقي. قلت له ايه؟ ليه؟ قال لي يعني نتجوز انا وانتي، وانا مش هخليكي ناقصك اي حاجة. اسمعي كلامي، انا جاهز من مجاميعه، وخلي بالك الشقة دي انا اشتريتها ما اجرتهاش، يعني انا معايا فلوس كتير تعيشك كويس قوي. وانا بصراحة من ساعتها وانا عمالة افكر،
عمالة افكر في العرض بتاعه ده ومش عارفة اعمل ايه. من جهة الرجولة هو راجل وسيد الرجالة، وانا بصراحة مش عارفة اعمل ايه، وفي نفس الوقت مش عايزة افضل في اللي انا فيه ده كتير. علشان كده اخر ما تعبت من التفكير جيتلكوا وانتوا تدلوني وتقولولي اعمل ايه. اعمل ايه في اللي انا وصلتله؟ اصل مهما كان اللي انا فيه هو برضو اكيد غلط وما يصحش، وانا بيني وبينكم برضو ما تعودتش ان اعمل حاجة غلط ولا من ورا حد. علشان كده كل مرة بيحصل الموضوع ده بحس ان انا قرفانة من نفسي ومش طايقة نفسي. فانتوا بقى لو مكاني كنتوا هتنصحوني بايه وتقولولي اتصرف ازاي؟ اصل انا برضو يعني مش عارفة افكر صح، وقلقانة ان انا لو خدت قرار يطلع غلط وبعدين اندم عليه. وانا بثق في رأيكم ورأي صاحبة القناة، علشان كده حكيت لها قصتي وهي وعدتني انها تحكيها لكم، واستنى انا رأيكم في التعليقات، وانتوا هتدلوني على الصح وتقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. وانا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس.